عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها ان شاء الله عن ازاي تكشف عن الموتوسيكل بتاعك وانت بتشتريه، سواء كان زيرو او مستعمل، واهم الاجزاء اللي في الموتوسيكل. يقدمها لكم اخوكم محمود سولو. ويلا بينا نشوف اول مريض معانا في حلقة النهارده، الا وهو الفبر. سألنا الحلقة اللي فاتت سؤال عن الفبر، وهو كان ازاي تعرف تاريخ الموتوسيكل ده كله عن طريق الفبر. طيب مبدئيا انت لما بتيجي تبص على الموتوسيكل بتلاقي مثلا هنا ايه، في خدش كده. فالخدش ده معناه ان الموتوسيكل ده اتحكم الجنب، فالحكه ديت ممكن تبقى هو بياخد غرزه وهو داخل الجراج وهو في حته هنا خبطه من الجنب. طب الموتوسيكل دوت التانك متطبق من الجنب، او الجدون ده معوج، او في خدش او في حك، يبقى الجدون ده ايه، المكنه دي وقعت على جنبها، وقعت على جنبها الشمال. فاهم؟ انت هنا بتلعب دور ايه، المحقق كونان بقى، اللي انت ايه، المباحث بتستكشف، بتعرف تاريخ الموتوسيكل دوت. فاهم ازاي؟ لو لقيت الجنب ده مكسور يبقى المكنه دي وقعت على جنبها ايه، الشمال. فاهم؟ او حد دخل فيها من ناحيه الشمال. الحاجات دي بقى انت بتبدا تبص عليها وتعاين كويس قوي عشان تبقى فاهم الدنيا بتقول ايه. لقيت الرفرف ده مكسور من قدام يبقى المكنه دي دخلت في حاجه من قدام. طب لقيت الحته اللي ورا ديت مكسوره، اللي هنا دي هتلاقي عند معظم الناس مكسوره، يبقى في حد لبس في المكنه دي من ورا. فاهم؟ فانت كده بتبدا تعرف التاريخ بتاع الموتوسيكل دوت عن طريق الشكل العام بس للفبر. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، ما تشتريش ابدا موتوسيكل الفبر بتاعه حاطط مستريكات. قد يبان الشكل العام للموتوسيكل حلو ومستريكات وبتاع، فاهم؟ بس المستريكات بتداري تحتها بلاوي. يعني مثلا الموتوسيكل ده قدامك اهو بحالته، كل حاجه باينه، يعني فاهم؟ اللون بتاعه باين، فاهم؟ وشكله باين وكل حاجه باينه، انت فاهم؟ لو حاطط بقى مسترك، لو في خدش او حاجه شبه كده مثلا مش هتبان، فاهم؟ فشكله حلو من قدامك، بس تحتيه لا قدر الله في اي حاجه مش هتبقى باينه. فلازم الموتوسيكل احسن لما تشتريه يبقى كله كده شكله ستوك، ما يكونش متعدل، وانت لما تاخده بعد كده عدله براحتك، بس عشان لو في اي حاجه لا قدر الله تبان كده في الشكل الخارجي دوت. لو هنا في كسر يبان، هنا في شرخ يبان، هنا في حاجه تبان، يبقى كله باين قدام منك كده. فاهم ازاي؟ طيب يا سيدي، عرفنا كل دوت، امتى هندور الموتوسيكل بقى وهنطلع عنده وبتاع؟ اقول لك يا سيدي ما تستعجلش، واحده واحده. الاستعجال وحش، الاستعجال هيلبسك. تمام؟ وبما ان انت مستعجل على الدوره وعلى الجري وعلى التنطيط، خلينا نتكلم من الحلقه الجايه ان شاء الله عن المارش والمنافله. وسؤال الحلقه الجايه هو ايه الفرق بين المارش اصلا والمنافله؟ يعني ايه مارش يعني ايه منافله؟ فاهم؟ انت ممكن تبقى عارف يا صاحبي، فلو عارف اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو مش عارف استنى الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم فيها عن المارش والمنافله، وايه الفرق ما بينهم، وازاي اكشف عليهم، وايه العيوب الخطيره اللي عليها فيهم. كل ده اكتر هتعرفوا ان شاء الله في الحلقه الجايه. وبس كده، ما تنساش يا صاحبي تعمل لي فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الرجوع المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.